وفي أول ظهور عبر قناة تلفزيونية أردنية يحل علينا الآن ضيف عزيز الكابتن بادو الزاكي المدير الفني الجديد لمنتخب النشامة، واللي تم تقديمه أمس بحضور كوكبة كبيرة من رجال الإعلام الرياضي. سنتحدث إن شاء الله في قادم الدقائق عن رؤية ومشروع الكابتن بادو الزاكي بالفترة المقبلة. كابتن بادو، مساء الخير. مساء الخير كابتن بسام، الحمد لله على السلامة، وشكرا على الاستضافة ومرحبا بالمشاهدين الكرام. سعيدين بوجودك معنا كابتن بادو. شكرا. وأنا يمكن أنا محظوظ أن أول مقابلة الكابتن جمال السلامي كانت معي، كمان أول مقابلة تلفزيونية الكابتن بادو الزاكي كمان معي. إن شاء الله هذا شرف. وأنا كمان يعني من جيل كابتن بادو الزاكي، وعينا على يمكن أول بطولة كأس عالم كانت 1986، وتابعنا المنتخب المغربي أسود الأطلس في مشاركة استثنائية في تلك البطولة، وكيف كان أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى الدور الثاني. كابتن بادو الزاكي كان قائد المنتخب المغربي، وخلال البطولة فقط استقبل هدفين في تلك البطولة وسط مشاركة استثنائية. فاحنا وعينا على يعني مشاهدة قامة كبيرة مثل الكابتن بادو الزاكي. كان جيل ذهبي في ذاك الوقت، جيل ذهبي مغربي. نعم، بتذكر تيمومي، عبد الرزاق خيري، كريم، عزيز بودربالة، الإدريسي، عبد العزيز بودربالة، البياز، بوحياوي، خليفة، المريس. يعني ما شاء الله ذكريات. أتوقع أنه رزقت بالمولودة الأولى خلال هذه البطولة ولا؟ نعم، المولودة، وكان سماها الراحل محمد حسن ثاني. لا، الحسن ثاني، عفوا حسن ثاني، الله يرحمه. واللي نعم. كان سماها باسم حسنة بنفس الاسم ديال الأميرة لاله حسنة. ما شاء الله، يعني ذكريات يعني خاصة جدا تلك البطولة. بطبيعة الحال. واحنا وعينا كما ذكرت على بادو الزاكي الأسطورة المغربية اللي أيضا كان نجم كبير في نادي ريال مايوركا، واختير أكثر من مرة أفضل حارس بالليغا وصار لك تمثال في جزيرة مايوركا. نعم. الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك. كابتن بادو، يعني الحمد لله على السلامة. كان مقرر أنك تأتي قبل فترة، ولكن تم تأخير القدوم، يمكن ظروف كانت عندك، وأتيت إلى الأردن وتم تقديمك بالأمس في مؤتمر صحفي حاشد. حقيقة انطباعاتك عن المؤتمر الصحفي الأول للكابتن بادو الزاكي في الأردن؟ لا، بكل صراحة كان مؤتمر جد مهم ورائع، بالأخص الأسئلة ديال الإخوان الصحفيين كانت أسئلة مشروعة وأسئلة جد محترمة، اللي نورت كذلك الرأي العام الأردني، وبعدت عدة شبهات اللي كانت كطوف سواء في السوشيال ميديا أو عدة منصات إعلامية. حكيت كل بنفسك، كل اللي حبيت تحكيه حكيت في هذا المؤتمر الصحفي كابتن بادو، ولا لسه في امور حابب تحكي منها خلال هذا؟ بكل صراحه ملي كتواجه اعلام اردني، اعلام محترف، اعلام ثقافه عاليه، فمن طبيعه الحال ما كيخليولكش المجال يخليو حتى شي اسئله تبقى جانبيه. يعني جميع الاسئله كانت كتتعلق بالموضوع وبالظرفيه، فكلها طرحت. انا لمحتك تطلع الساعه في الاخير، يعني في المؤتمر الصحفي كنت تطلع على الساعة كثير بالمؤتمر الصحفي. لا، هذه ماشي على المؤتمر، هذه فيها يعني طبع. مرة كنشوف الساعة. يعني ما كان هناك انه المؤتمر كان طويل ولا؟ لا، نحن متعودين تقريبا، لان ماشي انا اليوم اللي غادي نجي لهذه المهنة المتاعب. نعم. تنعرفوها وكنعرفوا الاعلام كيشكل ضغط، سواء في البلاطوات سواء في المؤتمرات، وكنحاولوا نتأقلموا مع هذه الظروف هذه. نعم. طب هنذهب في البداية كابتن بادو إلى تقرير خاص، ومن ثم سنتحدث مع قامة الكبيرة الكابتن بادو الزاكي. مرة جديدة وثالثة يضع اتحاد كرة القدم ثقته بالمدرسة المغربية لقيادة دفة منتخب النشامة. فبعد تجربتي العموتة والسلامي قدم اتحاد الكرة رسميا بادو الزاكي مديرا فنيا جديدا وبعقد قصير الأمد، هدفه الأبرز نهائيات كأس آسيا المقررة بعد بضعة شهور في السعودية.
الزاكي في تجربة أولى في الملاعب الآسيوية وبإرث كبير كلاعب ومدرب يقف اليوم على أعتاب تحد صعب مع قصر المدة التي تفصل عن الاستحقاق القاري، وطموح وأمال بتحقيق أفضل مما كان في نهائيات الدوحة الماضية. الزاكي الذي ذاد ببراعة عن مرمى الفرق التي مثلها في المغرب وخارجها، وكان نجما فوق العادة في مونديال المكسيك عام 86، يضع خبرة تدريبية ناهزت 30 عاما في محاولة لوضع بصمة في ميادين القارة الأكبر. الطموحات كبيرة والأدوات موجودة، وطريق الإنجاز محفوف بتحديات وصراع مع الوقت. كابتن بادو، نبدأ بالحديث عن قصة التعاقد مع الاتحاد الأردني. أنت كنت ملتزم بعقد مع المنتخب النيجر، كيف كان الاتصال وشو كان ردة فعلك؟ وحدثنا عن قصة التعاقد مع الاتحاد الأردني. وبكل صراحة نقدر نقول لك أسرع اتفاق في التاريخ ديال المهنة ديالي هو كان مع الاتحاد الأردني. أسرع اتفاق؟ أسرع اتفاق في التاريخ. ما شاء الله أنت عندك مسيرة حافلة بالأندية ومنتخبات من طبيعة الحال. ب 93. لهذا كان اتصل بي أبو فيصل الأستاذ الكابيتان عزام وطلب مني موعد لأن سمو الأمير باغي يتكلم معايا. فعلا درنا موعد الساعة 3:30 بعد الظهر بتوقيت الإمارات، اللي اتصل بي سمو الأمير وعرض عليا باش نكون مسؤول على المنتخب الأردني. من طبيعة الحال كلام سمو الأمير لا يرد، والمنتخب الأردني لا يرفض. يعني في نصف ساعة ديال تبادلنا الكلام إلا وقبلت المهمة وشرعت في الأمور في انفصال مع المنتخب النيجيري اللي كتربطني به واحد العلاقة كبيرة. يعني هذا الاتصال أتى بعد تصريحات تلفزيونية خلال مقابلة مع زميلنا لطفي الزعبي، إنه عندما ذكرت إنه لا يرد طلب في حال تم عرض عليك. لا ديك الساعة ما كانش اتصال. يعني بعد؟ لا من بعد ذلك. من بعد. ومباشرة وافقت على العرض بدون تردد، أسرع، بدون مناقشة. بدون مناقشة، لأن ماشي في كل يوم كيتصل بك سمو الأمير بالقيمة تاعو بالشان تاعو وغتقول خليني نفكر ولا خليني. لا، حنا عندنا تربية الملوك وكنحترموا الكلام ديال سمو الأمراء، فما يمكن ليش نفرض وما ناقشت حتى شي حاجة. خليت الاتحاد هو يعمل العمل تاعو، لأن كنعرف حنا أمام كما كنقول في المغرب بالدارجة، حنا في الدار الكبيرة يمكن لكش تكلم. أي حاجة يمكن لك تصورها غادي تلقى أكثر منها. وخليت يعني ما دخلت حتى وكيل الاعمال تاعي يمكن له يتفاوض. خليت الامور كلها بيد الاتحاد الاردني بعد ما سمو الامير تكلم معي. يعني ما شاء الله كلام طيب من الكابتن. لا ماشي هذا واقع، هذا واقع. نعم. هذا واقع، انا كنحكي لك شعور صادق، شعور صادق. هذا واقع. نعم. طيب بالاضافه يعني مكالمه سمو الامير، شو اللي حفزك انك تقبل مباشره العرض بتدريب منتخب أردني؟ ما هي الأمور اللي تحمست من أجلها؟ وأولا المنتخب الأردني منتخب اللي تطور بواحد الشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويقول لك يحظى باحترام الجميع. منتخب آخر هذه الشهرين الأخيرة الله شارك في كأس العالم، يعني عنده إمكانيات وعنده طموح ومقبل على كأس آسيا. وهذه تجربة أولى عندي في آسيا وتحدي كبير، وكنعرف بأن عندنا إمكانيات وطموح باش يمكننا نمشيو إلى أبعد نقطة. لهذا وأنا من طبعي تنبغي التحديات، لهذا قبلت هذا التحدي هذا، ونتمنى إن شاء الله نكون عند ضمن جميع المسؤولين وكذلك الجمهور الأردني. نعم. كابتن بادو، أنت أتيت بعد تجربتين ناجحتين. الكابتن حسين العموتة قاد المنتخب في المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم متصدرا، ثم قاد منتخب النشامة لإنجاز غير مسبوق في كأس آسيا، تأهلنا للنهائي
وفي تلك البطولة حتى سجلنا أول فوز في أي مباراة إقصائية وتأهلنا للنهائي. وأيضا أكمل المهمة جمال السلامي، أيضا تأهلنا وكان إنجاز غير مسبوق، تأهلنا لكأس العالم إضافة لوصولنا لنهائي كأس العالم. بتشعر بنوع من الضغط بعد المسيرة الموفقة للعموتة والسلامي؟ أولا الضغط فهو جزء من عمل المدرب. نعم. لهذا فأنا هنايا باش يمكن لي نحافظ على المكتسبات ونبنيو على داك الشيء اللي تحقق من قبل. وتنظن بأن إذا كان الأمس القريب كان المنتخب الأردني فهو عنصر المفاجأة، فاليوم فهو حاجة أخرى ولا عنده مكانة بين الكبار. وإحنا ملي غادي نمشيو إن شاء الله لآسيا ما غنمشيوش من أجل المشاركة، غادي نمشيو باش نمكنلو ننافسوا بقوة ونمشيو إلى أبعد نقطة. لهذا ونبينوا للعالم بأن المنتخب الأردني غادي يفرض الشخصية تاعو، يفرض الاحترام ديالو على الجميع، ونتمنى إن شاء الله التوفيق إن شاء الله. بالحديث عن عموتة والسلامي، نعرف كابتن حسين عموتة شخصية صارمة، يمكن شخصية عسكرية بعض الشيء. الكابتن جمال السلامي أيضا شخصية نوعا ما أقرب للاعبين، أقل صرامة، اثنين عندهم عمل جاد. أين بادو الزاكي من شخصية العموتة والسلامي؟ هل هي شخصية صارمة وعسكرية أم شخصية محببة؟ وأعتقد اللاعبين منتظروا الآن هذا الجواب. لا ما غاديش نقدر نجاوبك، لأن اللي كيخصو يكتشف هو الإنسان اللي كيتعامل معايا. لهذا أنا شخصية باختصار بعقلية محترفة إلى أقصى درجة. لهذا لين في بعض الأمور، ولكن ما كنسبحش في بعض الأمور اللي كتأدي للنجاح. إن شاء الله توفيق لك كابتن بادو. وأكيد المهمة صعبة ولكن أكيد ليست مستحيلة. بالتقرير ذكرنا عنا الأدوات، وإن شاء الله أنه الكابتن بادي يعمل عليها ويصل إلى ما نريد، سواء الاتحاد المنظومة كاملة. ماذا تريد من المشاركة؟ وهذا السؤال يا كابتن، يعني عندما جلست مع الاتحاد الأردني لكرة القدم ماذا طلبوا منك في كأس آسيا؟ ما هو الهدف المعلن في بطولة كأس آسيا التي ستبدأ بعد بضعة شهور في السعودية؟ وكان نعرفوا بأن كما قلت من قبل بأن المنتخب الأردني عنده مكانة مع الكبار وغادي ينافس مع الكبار، وما غاديش يمشي باش غير يشارك. والشارع الأردني أو الجمهور الأردني اللي هو ملهوف بالمنتخب تاعو ما غيتسناش منا أدوار طلائعية، بالعكس خصو يشوفنا منافس قوي ومنافس مرشح باش يمشي إلى أبعد نقطة. على الأقل خصنا نكونوا في المربع الذهبي. نعم. ولما لا إن شاء الله الفوز، مادام عندنا لاعبين مميزين، لاعبين اللي ولات عندهم تجربة سواء استحمال الضغط، منافسات كبيرة من حجم كأس آسيا، من حجم كأس العرب، آخر مرة يلا جايين من كأس العالم وخذ واحد تجربة كبيرة. يعني غادي عندنا منتخب بعقلية أخرى وبشخصية أخرى. نعم. كابتن بادو، يمكن تصريحك والآن عدته الموضوع أنه على الأقل وصول المربع الذهبي يمكن أثار بعض القلق عند بعض المراقبين المتابعين، لأنه احنا في النسخة الماضية وصلنا للمباراة النهائية، فبالتالي لن يرضى الشارع الرياضي بأقل من وصول للنهائي وليس فقط المربع الذهبي. شوف يعني الهدف ما هو الهدف اللي بتفكر فيه كابتن بادو الزاكي بصراحة؟ احنا نكونوا واقعيين ونتكلموا بواحد الصراحة. كنعرفوا كرة القدم ماشي هو علم مضبوط غادي نتكلم لك وغادي نقنعك في مؤتمر صحفي او في البلاطو، والواقع شكل اخر. كنعرفوا كرة القدم كما بغى يكون عندك نوع ديال الفريق والنوعية الجيدة ديالو، كاين بعض الجزئيات الا مشات معك كتمشي الى بعد نقطة، وكاين بعض الجزئيات الا كانت ضدك يمكن لك تعصف لك بجميع الاحلام. حنا كنعرفوا عندنا تنظيم جيد اللي يكون من الاتحاد،
عندنا لاعبين مميزين، عندنا طاقم تقني اللي غادي يخدم بكل ما عنده باش يعطي اضافه للمنتخب باش يمشي الى ابعد نقطه. ولكن كاين بعض الجزئيات لا قدر الله ما مشاتش معاك راه غادي يمكن، وهذا واقع. لان الا رجعنا غير لكاس العالم الاخيره كان الكل مرشح المنتخب الفرنسي، الا كيخرج في نصف النهائي بطريقه كما كنقولوا ما كتليقش بالمستوى تاعو. لهذا حنا غادي نخدموا بكل ما عندنا من قوه باش المنتخب الاردني يمشي الى ابعد نقطه، او تضافر الجهود سواء الاتحاد او الطاقم او الاعلام والجمهور. فتنظن كل واحد من الموقع تاعو الا كان ايجابي راح ان شاء الله غادي نمشيو لذاك الشيء اللي كنتمناه. يمكن هذا التصريح يكون يعني نوعا ما لابعاد الضغوط عن الجهاز الفني عن المنتخب نفسه، انه لا نريد ان نضع الضغط انه بدنا نريد اللقب او نريد على الاقل الوصول للمباراه النهائيه. هذا التصريح من كابتن بادو الزاكي حتى يبعد بعض الشيء ضغوط عن جهازه عن المنتخب. هذا تصريح ولا ماشي غير اللي بعد الضغوط، هذا تصريح واقعي. الى سولتي الان اي لاعب في المنتخب الاردني نعم اش غادي دير في كاس اسيا، غادي يقول لك غادي نمشي ننافس باش نربح. فهو مرشح. لا سولتي اي منتخب من المنتخبات المشاركه ومن كبار اسيا سواء السعوديه سواء اليابان، غتقول لي حنا مرشحين، ولكن راه كاين الاردن كاين السعوديه كاين. لهذا حنا وحدين من المرشحين، ولكن ارضيه الملعب بعد الخطرات كتخليك غير انت تتكلم وتبين لك العكس. نعم. بصراحه كابتن بادو بصراحه يعني بالنظره اوليه يمكن نعرف انه لسه كابتن بادو جديد على الكره الاردنيه يعني من قرب. يمكن اليوم ستبدا بتجهيز الخطه للفتره المقبله، ولكن بصراحه بنظره اوليه هل نحن قادرون على المنافسه على لقب كاس اسيا بضوء المنظومه، الامكانيات، نوعيه اللاعبين، بنظره اولى بنظره خبير يدرب من حوالي 32 سنه يمكن؟ معلوم بنظره اولى قبل الحديث عن قبل معرفه التفاصيل. معلوم بنظره اولى قادرين. نعم. احنا هذا الجيل ديال النعيمه ديال العلوان ديال موسى الى اخره، يلا هذه سنتين يمكن باش لعبوا نهائيات كاس اسيا. نعم. ولعبوا نهائيات كاس العرب. نعم. وهذه شهرين لعبوا نهائيات كاس العالم. يعني من 4 سنوات نهائي كاس اسيا في الدوحه ثم تصفيات. يعني المنتخب غادي في تطور وغادي كي يتراكم تجارب مهمه اللي غادي تفيده في المستقبل. لهذا علاش اليوم غادي نكونوا متشائمين واش احنا قادرين. نعم. انت البارح بدون تجربه بدون اي عوامل اللي يمكن لك ترشحك باش توصل حتى المربع الذهبي، وصلتي للنهايه. ولولا المباراه اللي لقاتك مع البلد المضيف كان يكون كلام اخر. لهذا فاحنا قادرين على المنافسه، قادرين نمشيو على ابعد نقطه. نتمنى والله التوفيق من الله ان شاء الله. كابتن بادو، في ضوء المده المتبقيه هل سنشاهد العناصر اللي كانت حاضره بكاس العالم هي اللي ستذهب، او معظم العناصر او الهيكل الاساسي للمنتخب الوطني بالفتره الماضيه اللي كان حاضر بكاس العالم قبلها بكاس العرب، هل سيكون الهيكل الاساسي هو من سيحارب به الكابتن بادو الزاكي في كاس اسيا، ام هناك فكر اخر بالفتره المقبله للكابتن بادو؟ اولا عندك تعني التغيير. نعم. ما كاين ما غادي يكونش تغيير من اجل التغيير. نعم. غادي يكون نظره شامله ودراسه وتتبع اللاعبين في الانديه تاعهم، سواء اللاعبين اللي كيزاولوا داخل الاردن او اللاعبين اللي كيزاولوا خارج البلد. ومن طبيعه الحال فالفرصه غتكون للاعبين اللي هما جاهزين واللي عندهم الرغبه والروح القتاليه والانضباط باش يمكن لهم يمشيوا يدافعوا على القميص. لهذا وكذلك غتكون عندي فرصه باش ندير تغيير تدريجيا، كما كنقولوا نحط البصمه ديالي والفلسفه تاعي والافكار تاعي
حتى على مستوى التنظيم او على مستوى الانضباط او في الطريقه ديال اللاعب. هل عندنا الوقت الكافي لهذا الشيء؟ نعم الوقت الكافي كابتن بادو، ولكن يمكن من الآن لكأس آسيا في توقفين أيام الفيفا دايز، هل هاي الفترة كافية أنه الكابتن بادو الزاكي يضع فكره ويضع بصمته في ضوء قصر الفترة اللي راح تكون موجودة معك؟ لأنه نعرف أنه في أيام محددة يأتي فيها اللاعبون المحترفون إلى البلد، ويعني أيام فيفا دايز. هل الفترة منطقيا كافية للكابتن بادو الزاكي أنه يحدث تغيير بالشكل الفني للمنتخب الوطني؟ من طبيعة الحال كافية، لأن احنا كنتكلموا على ماشي غير اثنين ثلاث تواريخ غادي يكونوا عندي. نعم في يعني قبل البطولة. نعم قبل البطولة يعني نعم. جوج ديال تواريخ الفيفا. نعم. ووحدة كتكون 15 يوم قبل المنافسة. نعم. يعني عندنا وقت كبير باش يمكننا نوجدوا منتخب تنافسي، منتخب اللي غادي يعتمد على لاعبين اللي هما جاهزين بدنيا معنويا تكتيكيا باش يمكننا نمشيو لنفسه. يعني الوقت بعباره اصح او باختصار عندنا الوقت الكافي. كون كان عندنا مثل 3 ديال الاسابيع او 2 الاسابيع باش نمشي، انا غادي نقول لك انه صعب. اما الان عندي ضغط تاريخ الفيفا من 21/9 ل 6/10، يعني تقريبا 15 يوم. هذا اول نقدروا نجيو فيه جوج المباريات. عندي التاريخ الثاني من 9/11 حتى ل 17/11 نجيو في مباريات ونقدروا نصحوا بعض الامور اللي غادي نكتشفوها. كذلك عندي قبل النهائيات عندنا من 20 حتى ل 6، يعني تقريبا اكثر من اسبوعين، وهذا الشيء كافي باش يمكن نوجدوا منتخب تنافسي ومنتخب اللي يمكننا نطمئنوا عليه. يعني الوقت بادو غير قلق من موضوع الوقت، يرى ان الوقت كافي بالفترات التوقف. ما غيمكنلكش تطلب اكثر من هذا الشيء. هذا الشيء كافي ومتكفي. احنا نقصد كابتن بادو في ضوء انه في مدرب جديد وفكر جديد لسه بده يتعرف اكثر على اللاعبين عن قرب، هذا موضوع الوقت اللي قد يكون فيه تحدي نوعا ما. لا هذا المقصود. احنا انا والطاقم تاعي تبعنا المنتخب الاردني، وقبل ما نكون رسمي المدير الفني ديال المنتخب كنت كنتبع المنتخب الاردني، سواء ملي كان مع موتا وسواء ملي كان مع جمال السلامي، سواء في كاس العالم. كنعرفوا عن ظهر قلب تقريبا تشكيله. الان حنا بادق التفاصيل كنقلبوا على لاعبين اللي يمكن لهم يعطيو الاضافه، ولاعبين اللي يمكن لنا يعني يكون البلان الاول بحال البلان الثاني الا كانت شي اكراهات. لهذا عندنا الوقت الكافي باش يمكننا. الاولويه تاعنا هو الان هو المنتخب الاردني. نعم. عاد غادي يمكننا نشوفوا ندرسوا الخصوم تاعنا اللي غادي تكون عندنا في المجموعه. جلست مع حسين عموته مع جمال السلامي بالفتره الماضيه بعد تعيينك، جلست معهم يعني اخذت بعض النصائح، بعض الامور اللي تفيدك بمعرفه اسرع لكره القدم الاردنيه؟ لا، جلست معه بكل صراحه، جلست معه واحد تقريبا ساعتين في اكادير. كان هو يعني مع العائله تاعو. نعم. وجلست معه ساعتين، وفعلا فادني بعده امور، وما قال الا الخير على الشعب الاردن وعلى الاتحاد الاردني. يعني يمتلك ذكرى رائعه كابتن جمال السلامي، واحنا اكيد من هون نوجه له تحيه. كابتن جمال السلامي اجتهد وانجز وقادنا لتاهل تاريخي لكاس العالم، وقادنا ايضا لنهائي كاس العرب. يعني ان شاء الله تكون المعلومات مفيده الى كابتن بادو من اجل هضم اسرع وفهم اسرع لكره القدم الاردنيه. كابتن بادو، بالنسبه لموضوع اللاعبين، موضوع العمر، هل عندك تحفظات على العمر ولا ما عندك مشكله بالعمر طالما انه اللاعب يكون جاهز؟ عمر اللاعب، كرة القدم لا تعترف بالعمر. نعم. ما دام هناك الجاهزية، هناك كذلك المستوى الفني ديال اللاعب، وكذلك الانضباط
والعقليه الاحترافيه وكذلك الرغبه في الدفاع عن القميص. هذو هما المعايير ديال اللاعب. وكنعرفوا بان التعامل مع المنتخب فهو كيختلف بشكل كبير مع النادي، لان كاين اللاعب اللي كتجيبوا للمنتخب تيكون في حاله جيده في ديك المرحله وفي ديك الفتره. نعم. ما كيمكنلكش، يمكن لاعبين نقدر نقولوا اللي من الركائز ولكن يقد في الفريق تاعو ما كيلعبش، ما عندوش الريتم، اللياقه تاعو مهزوزه، ما يمكنلكش تعيط عليه، واخا يمكن لك تسميه اي اسم. لهذا اللاعب اللي يكون جاهز في الفتره هو اللي كيمكن له. يعني ما في مكان محجوز لمركز، هذا المركز محجوز اللاعب المعين، ما في الاجهز. لا الجاهز هو من سيمثل المنتخب الوطني. اللاعب الجاهز، لاعب الجاهز. باب المنتخب مفتوح للجميع في ضوء يعني انه اللي فهمت منك انه الهيكل الاساسي قد يكون حاضر بالفتره القادمه، ولكن هل باب المنتخب ما زال مفتوح لمن سيبرز في الموسم الحالي؟ لا، الباب للمنتخب بكل صراحه مفتوح للجميع، مفتوح اللي كيستحق. والمعيار كما قلت لك هو الجاهزيه. نعم. المستوى الفني، الانضباط، الروح القتاليه، وكذلك اللاعب اللي قادر يعطي اضافه للمنتخب. ترى يمكن سمعنا هذا التصريح من مدربين سابقين دوما، ولكن الباب بيكون مرات مش مفتوح للجميع، مرات في الفتره الماضيه مش الفتره القادمه. فاحنا ان شاء الله نتمنى يكون اللاعب اللي بيأدي واللي يبرز يكافئ بنظره من المدير الفني انه يكون موجود بالمنتخب، انه يكافئ طالما يقدم ويؤدي بالمستوى اللي يستحق يكون فيه لاعب منتخب، انه يتم استدعائه ويكون له نظره من الكابتن بادو الزاكي. استاذ سامي، ما كاينش شي مدرب في العالم اللي غادي يخلي لاعب اللي غادي يعطي اضافه، لان شنو هو راس المال ديال المدرب؟ هو اللاعب اللي كيعطي اضافه. انا ما يمكنش غادي نجامل لاعب من اجل العيون تاعو او من اجل شخص معين اللي تدخل باش يمكن له يدير. لا، انا لا كنعتمد على اللاعب. يمكن لي نغلط، ولكن الغلط تاعي نداركو في اسرع وقت. نعم. اما باش يمكن لي نجامل شي لاعب او نعطيه فرصه لا يستحقها، ما كيستحقهاش، هذا مستحيل. نعم. كابتن بادو، يمكن من الملاحظات اللي كانت حاضرة بالفترة الماضية انه موضوع اعتماد الكباتن عموته والسلامي على لاعبين في معظم احداث المباراة كانت تبديلات نوعا ما بتكون متأخرة جدا، وهذا سبب بعض الانتقادات من الشارع الرياضي. رأيك في هذا الموضوع؟ هل ستعتمد على 11 أو 13 لاعب في معظم المنافسات، ولا سيكون عامل التبديل المناسب في الوقت المناسب بيكون حاضر بفكر الكابتن بادو الزاكي؟ ما فهمتش السؤال تاعك. في الفترة الماضية من ناحية التبديل كان من الملاحظات. نعم، خلال المباراة من الملاحظات كابتن بادو انه التبديل بيكون متأخر جدا، في سواء كان عند حسين عموته او كابتن جمال، يعني بدقيقة 75 مرات بيكون المنتخب متأخر او في اسماء بتكون واضح انها لا تؤدي، يتم التأخير بالتبديل. لا، هذه امور اللي كتفرضها المباراة. نعم. ما يمكنليش نقول لك انا لا الحسين عموته او جمال السلامي تعطل في التبديل او كان يبدل شويه بكري. هذه امور كتفرضها المباراه وكتفرضها النظره ديال المدرب، علاش تاخر او علاش يمكن ندير التبديل. ماشي غادي نقول لك انا لا انا غادي نبدل بكري، ولا انا يمكن نبدل حتى الوقت الميت. نعم. على حسب ظروف المباراه وعلى حسب علاش بغيت ندير ذاك التبديل. لهذا ما غاديش يمكن ليا، هي حسب ظروف المباراه بتكون على حسب ظروف المباراه بكون المنتخب في الفتره والنتيجه هي اللي كتعطيك. نعم. كما كنقولوا لا ريزون، الداعي للتبديل. الداعي هي اللي كتعطيك الداعي للتبديل. نعم. هل سنعتمد ندخل بعض الامور الفنيه، هل سنعتمد ايضا على طريقه 3-4-3 ولا ذكرت مؤتمر صحفي هناك سيكون مرونه تكتيكيه يمكن تغيير نهج تكتيكي للمنتخب الوطني بالفتره المقبله؟ لا، هو بالنسبه للشاكله فهي كتكون على حسب القدرات ديال اللاعبين وعلى حسب النوعيه ديال اللاعبين والفريق المنافس. انا جايك. وكذلك يمكن لك في مباراه واحده يمكن لك تلعب ثلاث شكلات. نعم.
يعني كتبدا بشكل اللي هي عندك هي القاعده، نعم، ولكن في ظروف المباراه تغير. كتحتم عليك تغير، سواء لاسترجاع كما تنقولوا المباراه، سواء هناك ضعف او ضعف وسط الميدان كيخصك لابد دير تبديل ديال الشاكله. يمكن في مباراه واحده تقدر تعتمد على 3 ديال الشاكلات، نعم، على حسب القدرات ديال اللاعبين، نعم، والنوعيه ديالهم. نعم. كابتن، ذكرت في المؤتمر الصحفي انك بدات باتصالات مع اللاعبين عن الفتره القادمه. نعم. نعم. اللاعبين داخل الاردن ولا محترفين بالخارج؟ اتصلت بالخارج من عيمات، نعم، اولا باش نطمئن على الصحه تاعو ونشوف الامور تاعو فين وصلت. مع كامل الاسف في التليفون كان بيتقطع الصوت كان كيتقطع، ما استطعت باش نعرف منه عده اشياء. نعم. اتصلت كذلك يعني لغايه الان موضوع يزن نعمات غير واضح المشاركه، لان ذكرت المؤتمر الصحفي انه عن بديل ليزن نعمات. هل الامور ما زالت مبهمه لموضوع يزن نعمات؟ لحد الساعه النعمات هو في الاستشفاء. نعم. وما زال عندنا الوقت الكافي باش يمكن النعمات يرجع، لان كنتكلموا من ال4 اشهر، من ال4 اشهر نتمنوا من عند الله النعمات يرجع الحاله تاعو الصحيه ويرجع للمستوى والريتم اللي كنعرفوا عليه. نعم. لهذا اتصلت كذلك بالعرب اللي كيلعب في كوريا. من هو؟ العرب. يزن عرب. نعم، كوريا الجنوبيه. نعم. احنا في المغرب ديما كنقولوا اسم واحد، ما كنقولوش الاسم كامل. نعم. العرب اتصلت به وتناقشت معاه. كذلك مشيت شفت الرشدان لان كيلعب في الفريق الأول، فريقك الوداد الرياض، وفعلا رحبت به ماشي باش نشوف الامكانيات تاعو، لا الامكانيات تاعو انا كنعرفها وتفرجت فيه في كاس العرب، تفرجت فيه في كاس العالم. ويعني الوداد اصابت ملي جابت الرشدان، وقلت له هنا راه عندك اب وعندك اخ، اي حاجه احتاجتيها ما ترددش، ما دام انا كنسكن في نفس المدينه. تكلمت معه، كنت غادي نشوف يوسف اللي في الرجاء، رزق شراره. كنت غادي ندير مع موعد باش نشوفه، ساعه لقيته في المطار مسافر مع الفريق الرجاء الاكادير للاستعداد، وتناقشت معاه. كذلك تكلمت مع موسى في فرنسا. نعم. اللي فرنسا. يعني تكلمت مع عده لاعبين، ومع كامل الاسف بعض اللاعبين ما استطعتش باش نتواصل، يا اما التليفون تاعهم بدل، يا اما يمكن التوقيت ما تيكونش. ولكن انا الان حكيت مع يزيد كابتن ولا لسه؟ يزيد ابو ليلى حكيت مع يزيد؟ الفتره الماضيه الامانه كانت صعبه جدا على، وانت عارف بكل صراحه يزيد، انا هذا لوبينيون ديالي، يعني الراي ديالي، يزيد شويه تظلم. تظلم لان ماشي نقول تظلم، هو ماشي سيء بهذه الدرجه هذه. هو نعم. ما يمكنش تكون حارس ديال المنتخب الاردن بالقيمه تاعو وتكون ضعيف بهذه الدرجه اللي كيديروا. لهذا بالنسبه لي انا هو كيمر واحد المرحله اللي هي معنويا كيخصو يرجع ديك الثقه. وكذلك انا عندي اليقين، كاين يزيد، كاين الفخوري، كاين نور الدين، يعني عندنا حراس بالعمل بالتواصل المعنوي غادي نقدروا نطمئنوا على اللاعبين ديال المنتخب الاردن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة الإعلام الرياضي، كنتمنى الحلقة اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم، ونتمنى أيضا تشاركونا الآراء ديالكم في الكومنتير، ولا كان ممكن منكم كالعادة تدعمونا بلايك واشتراك، وشكرا، وإلى لقاء فيديو قادم إن شاء الله.